نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا قالت فيه إن نادي ليفربول الإنجليزي رصد مبلغا ضخما لضم النجم المغربي سفيان أمرابط في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في شهر يناير بعد تألقه في كأس العالم. وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار إن ليفربول الإنجليزي جعل بطل خط وسط المغرب في كأس العالم سفيان أمرابط صاحب 26 عاما هدفا في قائمة الانتقالات إلى جانب جود بيلينغهام. وينتهي عقد الدولي المغربي سفيان أمرابط مع فريق فيورنتينا في صيف 2024. وأضافت قائلا: يدخل ليفربول سوق الانتقالات من أجل لاعب خط وسط أو اثنين، وقد وضع لاعب فيورنتينا سفيان أمرابط نفسه على رادار يورغن كلوب بعد مشاركة رائعة في كأس العالم 2022 بقطر. وتابعت الصحيفة إن إدارة ليفربول رصدت حوالي 40 مليون جنيه استرليني لضم أمرابط، وهو مبلغ كبير للاعب خط وسط، وذلك لقطع الطريق على أي نادي يرغب في ضمه مثل توتنهام وكذلك العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد. يقال أيضا وفقا للصحيفة إن سفيان أمرابط حريص على الانتقال إلى إنجلترا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقدم النجم المغربي سفيان أمرابط أداء هائلا مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وكان أبرز نجوم مباراة أسود الأطلس التاريخية أمام المنتخب الإسباني، والتي تأهلوا خلالها إلى ربع النهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات الإفريقية. وتم عقد اجتماع بين ممثل سفيان أمرابط نجم وسط منتخب المغرب وفيورنتينا مع يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، تم فيه مناقشة إمكانية تعاقد ليفربول مع المغربي خلال يناير. وكلاء أمرابط أبدوا ترحيبا مبدئيا بانتقال نجم المغرب إلى ليفربول، وأنهم سينتظرون نهاية مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم للاتفاق مع ناديه فيورنتينا الإيطالي على كافة التفاصيل. فيورنتينا الإيطالي لن يفارط في المغرب أمرابط بسهولة، فالنادي على استعداد لتقديم عقد جديد للاعب المغربي مع زيادة كبيرة جدا في الراتب مقابل الحفاظ عليه من إغراءات الأندية الإنجليزية.